يسعد لي أوقاتكم يا رب من أي مكان وبأي وقت عم تتابعوني فيه. غيبة كتير طويلة غبتها 2.5 سنين، وهلأ رجعت لكم كل نشاط وحيوية. مشتقت لكم كتير ومشتاقة لفيديوهاتي ولروتيني اللي كنت شاركه معكم بشكل مستمر. ما بعرف كيف الدنيا بتاخدنا لأماكن وبتضيعنا فيها. سبحان الله، بهالنقلة اللي أنا نقلت على ألمانيا كتير انشغلت، وبالفعل هون الحياة مشاغلها ما بتخلص. المهم بعد يعني ما شحذت همتي وبعد مسجاتكم الحلوة اللي كتير 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 فرحت لي قلبي، واللي دائما بتبعتوا لي إياها وبتطلبوا مني إني أرجع لفيديوهاتي الطويلة، فقلت لازم أرجع ونزل فيديوهات طويلة وشاركها معكم، لأن بحسها كتير قريبة لقلبي وقريبة لإلكم كمان، وبعرف قديش أنتوا بتحبوا هاي الفيديوهات وبتستمتعوا فيها. المهم هذا الفيديو صورته، والصراحة أنا مصورته صلي فترة، بس ما كان في عندي همة إني أنا أسجل الصوت عليه واشتغل على المونتاج. هذا الفيديو تسجل بناء على طلب كتير صبايا عن موضوع اللحمة، خصوصا بألمانيا وعموما بأوروبا. كتير في بنات جايين جديد ما بيعرفوا كتير يختاروا اللحمة، فأنا بدي أحكي لكم شلون أنا باخد لحمتي وعلى أي أساس أنا بختارها. طبعا أنا هون كتير جربت بمدينتي لحامين أتراك وعرب، وللأمانة آخر شي في لحام تركي، هو هذا اللي أنا بجيب من عنده، اسمه جوناي. رح أحكي شوي بشكل عام أنا طريقتي، ورح أحكي لكم كمان لما نزلت استطلاع على الانستغرام شو الإجابات اللي وصلتني بشكل عام. أول شي أنا بحاول دائما إني أخذ خروف يكون ألماني، حجمه صغير. هي أهم نقطة بحب جيبها أنا، إنه يكون حجمه صغير وألماني. في خواريف بتجي إنجليزية، بيجي أوقات كمان نوعيات تانية، ممكن بولندي أو فنلندي، ما بعرف، يعني كل لحام بيجيب أنواع شكل، وفي هن أغلبهم بيجوا أرخص من الألماني. أنا بفضل إني أجيبه صغير بوزن 14 15، ممكن أوقات يوصل وزنه 17 كيلو مو أكتر. كل ما كان صغير الخروف بيكون لحمه أطرى وأطيب، ولما يكون صغير بهذا الحجم يعني ما رح تطلع كمية اللحمة كتير كبيرة. أنا بخلي اللحام يشفي لي اللحم عن العظم عن الدهن، ويشيل لي الموزات، يشيل لي الفيليه، يساوي لي الكاستاليتا، أو نسيت والله شو اسمها هلا هسه تذكرت بقلكن إياها. رقبة الخروف كمان بيقطع لي إياها شرايح. يعني الكوتلت تبع الخروف بيساوي لي إياها، إذا بدها دق بدق لي إياها، وكله بيحط لي إياه بغلف لي إياه. وأنا طبعا بقسمهم طبخات بالبيت. الكوتلت شرايح الرقبة تبع الخروف أنا هي كلها بستخدمها تحت الملفوف، تحت اليبرة، يعني الأكلات، المحاشي كمان للكوسة كتير بتطلع طيبة، وطعمتها كمان كتير طيبة. اللحمة أنا أوقات إذا طلع عندي كمية لحمة مدهنة كبيرة، فأنا بطحنها لوحدها وبحاول طلع اللحمة الهبرة وبطحنها لوحدها. اللحمة الناعمة الهبرة والمدهنة الصراحة كتير بتروح عندي وكتير بعتازها، فأنا بقسمهم على هالأساس. إذا طلع عندي اللحمة هبرة والدهنة قليلة، فأنا بطحن الدهنة لحال واللحمة الهبرة لحال، وبقسمهم وجبات. ولما بدي أطبخ لحمة مثلا بدي فيها دهنة، فأنا بطلع كيس أو كيسين من الدهنة تقديري أنا بقدر، وبخلطهم مع اللحمة الهبرة. أول شي كنت جيب أنا أطحن اللحمة بالبيت، بعدين اللحام اللي أنا بجيب من عنده الماكينة اللي بيطحن عليها اللحمة أول شغلة محطوطة بقلب براد صغير، وتاني شغلة موجودة فورا قدامك، يعني انتي بتشوفيه لما يطحن لك إياها، وسبحان الله شغله نظيف ومرتب يعني. فصرت خليه يطحن لي اللحمة فورا مشان ما لبك حالي فيها بالبيت وأقعد أشتغل فيها، فهيك بصير علي أسهل. طبعا أنا بقسم الوجبات حسب طبختي أنا، وأوقات بحاول ما أكبر كتير الكمية يلي بقلب الكيس، يعني ممكن أحتاج كيسين طلع، وممكن كيس واحد، فعلى حسب. المهم بقسم اللحمة كلها. هاي القطعة أنا بخليها مثل ما هي، هو بيقول لي إذا بدك بقطع لك إياها، أنا بحب تضل مثل ما هي. بحطها تحت اليبرة، بحط منها قطعتين، هي بتجي 4 قطع تبع القفص الصدري، وبحط كمان من الكوتلت كمان معاها أو من شرايح الرقبة، فبتطلع طيبة
وهي فيها نسبة دهن منيحة، فبيطلع اليبرق مسقسق وطيب. وهيك والله بقسم كل شي بأكياس وبطبقهم فوق بعضهم. هلأ في بنات كتير بيسألوني ما بتجيبي لحمة عجل؟ لحمة العجل أنا بجيبها لما بدي أعمل بس مثلا أكلة همبرجر، فأنا بخلط، بجيب ربع لحمة عجل أو نص لحمة عجل ونص لحمة خروف، بخلطهم مع بعض كتير بيطلعوا طيبين. في أكلات اللي بتكون هيك يعني مثل هي النوعية، فغالبا بنخلطها بتطلع كتير طيبة. بالنسبة للشرحات المطفاية أنا عندي إياها من الأكلات الأساسية. إذا بدكم تعملوا أكلة شرحات مطفاية وإنتي ما بتعرفي شو هي اللحمة يلي بدك تجيبيها، فإنتي لا جيبي لحمة عجل فيليه، هي اسمها فيليه العجل بالألماني بالهولندي، ترجميها ودوري عليها، أو قليلا للحام بدي منها. هلأ بالسويد كان اسمها الأوكس فيليه، كمان كان في منها بالمولات السويدية كتير كانوا ينزلوا منها. هون بألمانيا هلأ أنا الصراحة ما بذكر شو اسمها بالضبط، بس لما بدنا نحن بنطلبها من اللحام وبيجيب لنا إياها، اللي هي لحمة الفيليه تبع العجل. بتجي هيك طويلة هي شوي وحجمها شوي كبير. هي اللحمة مثل الفستق، يعني نحن حتى لما بدي أعمل أنا مثلا مشاوي بدي أشوي شقف، فأنا بستخدم هي اللحمة، يعني حرفيا على الهبلة بتستوي. شرحات كمان بتقدري تقطعيها شرايح وبدقيها دقتين 3، حتى على الدق فورا بتلاقيها يعني فردت معك. اللحمة أنا بفضل إنه دائما تكون خروف. في ناس بتجيب لحمة بقر، في ناس بتجيب لحمة عجل، وأغلب البنات قالوا لي إنهم بيجيبوا نص خروف وبيقسموا مثلي تقريبا. في بنات بيجيبوا اللحمة مطحونة جاهزة. أنا هي النقطة ما بحب إنه الناس توقع فيها لهي الغلطة، لأنه اللحمة المطحونة الجاهزة غالبا على فكرة بتكون مخلوطة. إذا كان ابن حلال اللحام بيكتب إنها مخلوطة، في منهم ما بيكتبوا. أنا اللحام اللي بجيب من عنده بشوفه كاتب إنه اللحمة هاي مخلوطة، اللحمة الناعمة خروف وعجل مع بعض. اللحمة الشقف، في عنده لحمة شقف بتجي مقطع جاهزة، لحمة خروف الكيلو بيجي ب25 يورو. بينما انت اذا بدك تشتري مثلا بالكيلو نص خروف، رح يوقف عليك الكيلو ب14 يورو، وهو بيجرم لك اياها وبتطحنيها، فكتير بتفرق معك. او بتساويها شقف قطع، فهيك اوفر لك بكتير وابرك. حتى بدل ما تاخدي كيلو بتاخدي بحقه 2 كيلو. فانا بتمنى يعني هي النصائح تكون مفيدة لإلكم وتعرفكم أكتر كيف إنه أنت تاخدي اللحمة تبعك. حتى أنا أوقات بنقطع من اللحمة وما بيكون في مجال ماديا إني أنا أروح أحط 200 أو 300 يورو لحتى أجيب خروف، فبجيب مثلا باخد فخد الكيلو بوقف كمان يعني بحدود 16-17 يورو، بخلي يجرم لي إياه وأنا بقى يا أما بطحنه على حسب حاجتي، يا أما بقطع شقف يلي بيلزمني. في بنات قالوا لي شلون اللحمة بدنا نحفظها بحيث ما تزرق معنا. اللحمة إذا تغير لونها معك، يعني أنت طحنتيها عند اللحام أو أخذتيها مطحونة وبس وصلتي على البيت صار فيها لون أزرق أو على سواد، أنا بنصحك ما بقى تاخدي من عند هاللحام. اللحمة ما بصير يتغير لونها. في ناس بتقلك اللحمة بتتأكسد، اللحمة ما بصير يتغير لونها أبدا، وهذا الشيء ما له مزبوط. هاي اللحمة بتكون مخلوطة، ما لها لحمة لحمة خروف 100%. أنا كتير جربت لحامين بشكل عام، وبالفعل كانت اللحمة تتغير معي لونها بس وصلت على البيت. فأنا لما شوف هاي النقطة فورا كنسل على هذا اللحام ولاقي شخص تاني ثقة أكتر منه. أوقات بيكون نوعية الخروف ممكن اللي عم يستخدمه، أوقات بيقولوا لك هذا الخروف ألماني، هو ما بيكون ألماني. في شغلة أنا هون مرقت فيها بألمانيا ولاحظتها وصارت معي، إنه اللحمة عم يجي إلى زنخة، فيها طعمة زنخ لا تطاق. طبعا كل مرة لما جرب من عند لحام بتفاجأ بهاي الطعمة، مع انه الكل بيمدح من لحمته ومن الشغل يلي عم يشتغله. لكن سبحان الله الحمد لله آخر شي اجتمعت بهذا اللحام، شغله جدا جدا مرتب. إنسان صادق بيقول لك هي اللحمة مخلوطة، هي اللحمة هيك، هي اللحمة هيك. فيعني عجبني كتير الترتيب عنده. إنسان يعني بيحترم زبونه، وأنا بحب أشتري من عنده. يمكن سعره أغلى شوي من برا السوق لكن بيستاهل.
وبيجرم لي اللحمة، بيزبط لي إياها، بيشتغل لي عليها، يعني بيحط لي كل جهده، وشو بطلب منه بيرتب لي إياه وبيقول لي يعني تكرم عينك. فأنا على هذا الأساس باخد هيك لحمتي وبرتبها وبحطها. طبعا في بنات اعترضوا وقالوا لي نحن ما بندوق اللحمة، نحن ما بنجيب اللحمة، نحن ما متمنين نشوفها. أنا يا جماعة أغلب الناس والصبايا اللي متابعيني موجودين بأوروبا وبألمانيا، وأنا إذا عم بحكي يعني هي النقاط يمكن أنتوا في ناس تشوفها عادية، لكن في بنات وفي ستات ما بيعرفوها وما عندهم فكرة عنها. بالإضافة لأنه أنا ما فيني كل يوم أنزل جيب لحمتي. هلأ إذا أنت بتجيبي لحمتك تازة بشكل يومي فهذا الشيء أكيد ممتاز ومنيح، لكن أنا ما فيني أنزل كل يوم وأشتري لحمة. وأنا من الناس اللي ما بحب أنزل وأشتري كيلو لحمة وأفرمها وأجي أطبخها، ممكن ما عندي وقت. هي اللحمة أنا بجيبها بتبقى عندي 2 أو 3 شهور على حسب الاستهلاك، على حسب الطبخ، على حسب الأشخاص اللي بيزوروني. فما في مجال أنا أنزل كل يوم والتاني وأشتري لحمة أو أتسوق لحمة. وكل اللي بأوروبا نفس الشيء، في ناس بعاد عن المحلات العربية أو الحامين أوقات بحدود الساعة أو الساعة. فلهيك أغلب الناس اللي هون موجودين بيجيبوا لحمة يعني نوعا ما كميات تكون منيحة تكفيهم لفترة منيحة، ممكن شهر، شهرين، 3 شهور. حتى بالنسبة للدجاج ولصدورة الدجاج وما إلى ذلك. فالموضوع يعني على حسب البيئة اللي الواحد عايش فيها وقاعد فيها، يعني على حسب المكان كيف الظروف يعني بتكون حواليه، فبيضطر يشتغل. فلذلك أنا باخد خروف صغير بقسمه، بيضل عندي هيك طبخات. لأنه ما في مجال إني أنا أطلع كل يوم جيب، وأنا بطبيعتي ما بحب جيب كميات لحمة، مثلا أخد مفرومة جاهزة أو مشفاية جاهزة وحطها، وطبعا بفرزهم وبحطهم بالبراد. هون لما جبنا اللحمة كمان كان في عنده بطيخ اللحام، مع انه يعني اخر موسم البطيخ خلص يعني، وانا قلت له لزوجي هلا ما رح يكون فيها الطعمة الطيبة، وهو مصر الا بده يجيب. قال لا مبين عليها ظريفة وريحتها بتشهي. طبعا هو هذا الخضري اذا ما عجبتك البطيخة بيرجع لك اياها، بس طبعا مين رح يجي يرجع بطيخة بعد ما يفتحها؟ المهم جبناها فتحناها، الله وكيلكم طلعت ما فيها طعم بنوب، يعني بس لون وريحة، بس طعمتها أبدا ما فيها طعمة بطيخ. حتى البطيخ الأصفر نفس الشي. فخلص سبحان الله لما يخلص موسم الفاكهة ما عاد بتصير طيبة. بتحسي طعمتها خلص راحت، يعني طعمته بتحسه بلاستيكي، ماله هيك بلدي، ماله بموسمه. هلا انتوا احكولي كمان شو رأيكم بموضوع اللحمة، خصوصي الناس اللي موجودين بأوروبا، يعني الناس اللي قاعدة بأوروبا وعندها نفس الظروف تقريبا، فهي يعني كمان بتنور بعضها، كمان بتعطي فكرة لبعضها. أوقات ممكن فكرة أنتوا بتطرحوا لي إياها بتقولوا لي إنه لا هيك اعملي هيك ساوي، كمان كتير بتفيدني. أنا كتير كتير في شغلات استفدت فيها منكم، من تعليقاتكم. في عندكم كتير أوقات بتكون انتقادات بناءة. أنا مالي ضد إنه حدا ينتقد أو يحكي أبدا، لكن بتمنى إنه يكون بطريقة راقية محترمة، بأسلوب بالفعل، أسلوب نصيحة، مو أسلوب هدم وأسلوب هجومي وأسلوب يكون بشع، في كلمات مسيئة. حلو الإنسان ينتقد، حلو الإنسان يعطي رأيه، حلو الإنسان يحكي، بس يحكي بطريقة بناءة، بطريقة محترمة، بطريقة راقية. أنا كتير ترددت قبل ما أنزل هذا الفيديو، لكن نزلته لسببين، لأنه كتير في بنات طلبوا مني وسألوني عن موضوع اللحمة بالذات، كيف يجيبوها، طلبوا نصيحتي. والموضوع إني أنا أرد على البنات كتير صعب، يعني أوقات أنا بفتح برد على 10 20 30، بس ما بقدر رد على الكل. أوقات بفتح برد على الانستا، ما بلحق رد على الفيسبوك. وموضوع الناس اللي موجودة على اليوتيوب كتير كمان بيستفسروا مني، مو دائما بيكون في عندي مجال اني رد على التعليقات. فبالاخير قررت اني انا اصور هذا الفيديو، وقلت بخليه مثبت بصفحتي، بنزله بحساباتي، البنات بيرجعوا له ايمت ما حبوا. التعليقات والنصايح اذا كان في نصائح حلوة من الصبايا بتضلها موجودة. الناس بتفوت بتستفسر وبتقرا التعليقات، فهذا الشيء اكيد رح يفيدهم وبيضل مثل مرجع لإلهم. واتمنى يا رب يكون في فائدة، يعني أنا كل هدفي إنه يكون في فائدة لإلكم ويفيدكم ولو بمعلومة بسيطة.
في كتير بنات دائما بيقولوا لي انه ايه شو الجديد اللي انت حكيتي، شو الطريقة الجديدة اللي قدمتيها. كلياتنا بنعرف انه الاكلة الفلانية هيك بتتحضر. يا جماعة الخير، انت هي الشغلة بتعرفيها، هي المعلومة بتعرفيها، في غيرك ما بيعرفها. في نساء يعني كبار بالعمر ما بيعرفوا. انا من فترة وقفتني ست بمحل عربي، قالت لي إذا سمحتي هذا دبس الرمان برأيك منيح ولا لا، مع إنه والله يمكن كبيرة من جيل والدتي. فأنا مسكت العلبة تبع دبس الرمان، قلت لها شوفي حبيبتي، اقرأي المكونات، كلياتها مكونات صناعية، ما بيحتوي هذا على دبس رمان، هذا فيه صبغات وفي مواد حافظة. ما في أبدا أبدا نسبة دبس رمان. تخيلوا، قلت لها هي النوعية كتير سيئة، يعني بس صبغة ولون ومنكهات فقط. قلت لها اشتري من المحلات التركية، اقرأي على المكونات، على الأقل يكون 70% نسبة دبس الرمان فيها. فأوقات نصيحة ممكن أنت بتعرفيها بس حدا غيرك ما بيعرفها، لما أنت تيجي تقدميها هو ممكن يستفيد. يعني أنا إذا بتستفيد صبية واحدة من الصبايا اللي متابعتني من هي المعلومات، أنا بحمد الله وبشكره، أنا عم حاول إني أقدم شيء يفيد ويساعد. فما بعرف شو بدي لكم، يعني بتمنى يكون في فائدة، يكون في إفادة لإلكم وتستفيدوا من هالمعلومات هي كلياتها، ويكون في خير إلي ولإلكم. وهذا الفيديو يعني أنا عم لكم صورته صار لي فترة، واليوم قلت خليني نزله معلش، وهيك بركي بترجعي بتتشجعي، مع إني كتير حابة إني أنا أرجع مثل قبل وصور معكم هي الفيديوهات الطويلة، ويكون في فائدة لإلي ولإلكم. وغليت فنجان قهوة لنقعد على رواق. هي فنجان قهوة آخر النهار، يعني بعد التعب الطويل بيجي هيك طيب وظريف. وانتو كمان إذا في عندكم أفكار حلوة، اقتراحات حلوة، أو إذا في عندكم نقد لشي معين، بتمنى تكتبوا لي إياه بطريقة بناءة ومحترمة مثلكم. ولا تنسوا تتابعوني وتعملوا لي متابعة إذا كنتوا أول مرة بتشوفوا فيديوهاتي. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوني من كومنت حلو، من اللايك عليه، ولا تنسوا تشاركوه مع الناس اللي بتحبوها. وهيك إن شاء الله بنكون خلصنا اليوم لهذا الفيديو. رح أحاول إني أشارك معكم بشكل مستمر فيديوهات بتمنى تكون مفيدة لإلكم وحلوة وممتعة مثل العادة. بس بدي دعمكم، وبدي أتأكد إنه الفيديو وصلكم وإنكم شفتوه وعجبكم، وانتظروني فيديوهات جديدة. ولا خليني ودعكم بأمان الله.